هنا نستمع لعبد الحميد صابري صاحب الهدف المغربي الاول، صاحب الضربه الحره التي احتسب منها الهدف الاول في الدقيقه الثانيه 73. ماذا يقول بعد هذا المباراه؟ إحساس رائع جدا أن ألعب في هذا الملعب أمام كل المشجعين المغاربة ونسجل هدفا يساعد منتخب بلادي في تحقيق الفوز. إحساس رائع. سجلت أمام المنتخب المصنف ثانيا في العالم في مباراة صعبة جدا. كيف تمكنت من فعل ذلك؟ كيف حققتم هذا الفوز مع المدرب واللاعبين؟ لا نفكر كثيرا عندما تلعب كرة القدم، تلعب من أجل الفوز. نحن نطبق تعليمات المدرب كما يقدمها قبل المباراة، نلعب من أجل الفوز وليس فقط للمشاركة. حاولنا، أنا قدمت أفضل ما لدي وكنت محظوظا وسجلت. هل كان هناك بعض الخشية عندما رأيت أسماء اللاعبين دي بروين، هازار وغيرهم؟ كلا، لدينا اسماء كبيره ايضا في منتخبنا وانت تعرفين ذلك. انا العب في احد افضل الدوريات في العالم ولدينا لاعبون ينشطون في دوريات ممتازه. 11 لاعب امام 11 يفوز الافضل في النهايه. الناس يسمون هذا الجيل البلجيكي الجيل الذهبي. هل هذا الجيل الذهبي للمغرب ايضا؟ لا أريد أن أخوض في هذه المقارنات في الحقيقة، ولكن لدينا فريق جيد وقوي ويمكن أن نحقق أشياء جيدة جدا مع هذه المجموعة. أتمنى أن نفعل ذلك. حظا سعيدا. شكرا. الحقيقة أن أسود الأطلس اسم على مسمى، يعني اللاعبون كانوا كلهم أسودا في الملعب وأيضا البدلاء. نذهب إلى أحمد نوير في سوق واقف حيث أيضا مجموعة من المشجعين هناك. ما هي ردود الأفعال لديك أحمد؟ تحياتي لك ايمن وتحياتي لكل مشاهدي البين سبورتس، ومليون مبروك للمغاربه، ليس فقط للمغاربه ولكن لكل الجماهير العربيه التي آزرت. كانت اليوم تقف الى جوار اشقائها المغاربه وتؤازر منتخب المغرب خلال هذه المواجهه، تؤازر اسود الاطلس الذين كانوا اسودا على ارض الملعب، وكانت الجماهير صيحات تتوالى. كنت اتواجد هنا في سوق واقف، كانت هناك الجماهير المغربية كثيرة هنا بأعداد كبيرة، وخرجت بعد المباراة في فرحة بالأهازيج والأعلام. الكل يحيي المنتخب المغربي على أدائه الرجولي. وأنتقل بك الآن إلى لقاءات مع بعض الجماهير الحاضرة هنا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. منين؟ أنا طارق من السودان، طارق حيدر من السوداني. أيوة. كنت بتشجع منتخب المغرب؟ المنتخب المغربي حضرت المباراة الأولى كرواتيا من داخل الاستاد. المنتخب المغربي قدم مباراة كبيرة جدا جدا اليوم. عبد الحميد صبري في الدقيقة 73 وزكريا أبو خلال في الدقيقة 90. مباراة على أعلى مستوى أمام هازارد. يعني أكيد الأداء كان رجوليا اليوم. ضروري بالفعل كان رجوليا. في الجولة الثانية كان المنتخب المغربي بكل أداء ونتيجة، وإن شاء الله مع كندا 3-0. وتنشكر جميع الشعوب العربية للمساندة للمنتخب المغربي، وإن شاء الله التوفيق لتونس والسعودية إن شاء الله. شايف إن الأداء في الشوط الثاني كان طوفان من الهجوم. جيد ومبروك لاخواتنا المغاربه، وان شاء الله بلعبوا اليوم يكونوا في الفينال ان شاء الله، وديما مبروك وديما تونس وديما السعوديه واخواتنا الجزائريين. مبروك يا الله يجازيك خير. فوز اداء تمام. المغرب اكيد. شوف المغرب يا اخي، فيك ما تعرف المغرب يا طبعا، ولكن الكل يرتدي اليوم الزي المغربي، كل الجنسيات. اليوم المغرب رفع راس كل العرب، انتصر اداء ونتيجه. شكرا وليد للركراكي، شكرا جميع اللاعبين ابطال، كنتم جنود والله رفعتم روشنا. الف مبروك. السعوديه الف مبروك للمغرب. 4 نقاط ان شاء الله، والمباراه الجايه 3 نقاط 7 نقاط يتاهلون. فريق قوي اليوم شرفنا، وان شاء الله باقي العرب يشرفونا ان شاء الله، السعوديه وتونس والمغرب.